كل سنة وانتم طيبين. النهاردة بقى هنعمل القشطة بتاع حلاوة المولد او القشطية، وهنعمل الملبن الاحمر او الجنزرية على حسب ما بتسموه عندكم. هنعمله بطريقة سهلة جدا وبمكونات موجودة في كل بيت. حابة برضه اوريكم القوام بتاعها. بصوا ما شاء الله، بصوا عاملة ازاي، بصوا النطة بتاعتها ما شاء الله، شايفين؟ حلوة قوي. بصوا مفرغة من جوه ازاي وهشة ازاي اهي، طريقتها حلوة قوي. الملبن برضو بصوا عامل ازاي، بصوا القوام بتاعه، بصوا ما شاء الله حلو قوي. شايفين المطة برضو اهو، شايفين المطة بتاعته عاملة ازاي، ما شاء الله حلوة قوي. تعالوا بقى نسمي بسم الله ونشوف عملناها ازاي. طريقة القشطة دي سهلة جدا، واحلى حاجة فيها ان معظم المكونات بتاعتها موجودة في كل بيت. معايا كده كوبايتين سكر، كوباية مية ناقصة شوية، كوباية الا ربع عسل جلوكوز، طبق فيه نشا كده اهو. الطبق ده كده فيه كاندي، انا جايباه برضو من محل المستلزمات الحلويات. ممكن تحطي زبيب او ممكن تحطي جوز هند، بس انا عندي ولادي مش بيحبوا جوز الهند، فحبيت احط لهم كاندي. الكاندي على فكرة يبقى طعمه احلى. دول 6 معالق جيلاتين، الجيلاتين ده نباتي. كيس فانيليا. قبل ما نبدأ لازم نكون مجهزين كل حاجة. الصينية اهيت انا حاطة فيها كيس اللي هو كيس التلاجة عادي، ممكن تحطي برضو ورق زبدة، بس انا حاليا ما عنديش فهحط كيس التلاجة عادي. هدهنها بقى كده دهنة زيت خفيفة من هنا، وابدأ ارش كده نشا في ارضية الصينية، تبطنيها كده بنشا. هبدأ برضه ارص الكاندي كده في ارضية الصينية، وشوية كده على الوش وشوية من فوق. هبدأ بقى كده احط نص كوباية مية على الجيلاتين. حاطة كده 6 معالق جيلاتين بالمعلقة الصغيرة دي، حطيت عليهم نص كوباية مية. هسيب بقى الجيلاتين يتشرب المية دي اهي، بدأ يتقل معايا خالص اهو. هركنه بقى كده. هبدأ كده اول حاجة هحط بقى، انزل كده بالمية بسم الله، وبعدين انزل بقى بالعسل الجلوكوز كده اهو بالشكل ده. ده كوبايه الا ربع. وانزل بقى كده بكيس الفانيليا ده. لو عندك برضو فانيليا سايله بتبقى احلى من ده كمان، لان ريحتها بتبقى قويه عن ده. هبدا بقى انزل كده بكوبايتين السكر، وابدا بقى كده انزل بذره ملح بسيطه خالص، يعني ما تجيش حتى ربع معلقه. بصوا الشربات غلي معايا اهو، انا سبته بالظبط دقيقتين وهو بيغلي كده. هطفي عليه بقى على طول، وابدا انزل كده. انا حطيت الجيلاتين هنا وابدا انزل كده وهو سخن، وبعدين ابتدي بقى كده اضرب بسم الله بالمضرب دقيقه، وريحي المضرب، ما تتنكيش متواصله في الضرب عشان المضرب برضو ما يتحرقش معاكي. انا حطيت كمان كده كيس فانيليا عشان ريحه الجيلاتين برضو. بصوا القوام بتاعه بدأ يتقل معايا ازاي، برضو مكملين في الضرب بس انا بريح المضرب. كده خلاص. بصوا بقى عامل زي الكريم شانتيه خالص. القوام بتاعه فتح معايا وتحس ان هو بقى تقيل. هحطه بقى كده بسم الله. شايفين القوام بتاعه ما شاء الله حلو قوي. هبدأ بقى كده احط الكاندي. انا رشيت برضو نشا كده على الوش، وسبته برضو بصراحة يعني للأمانة، حطيته كده في وش المروحة لمدة 10 دقايق عشان تبرد، لان كنت كل ما اجي احط الكاندي يقوم نازل كده لتحت. فانا عملت اختبار في واحدة اهيت وما نزلتش، فهبدأ بقى كده احط الكاندي. كده خلصت كده الكاندي. هحطه بقى كده في مكان بارد قدام المروحة، او ممكن برضو تحطيه في التلاجة لتاني يوم الصبح. احنا دلوقتي على فكرة بالليل. هبدأ كده اعمل النوع التاني اللي هو الملبن الاحمر. طريقة الملبن الاحمر العادية بتتعمل بجيلاتين
ونشا وسكر وميه، ما فيهاش الجيلي ده. بس انا بصراحه حابه ادلعه كده وازود له الجيلي ده جيلي فراوله عشان يبقى برضو بطعم الفراوله ويبقى طعمه حلو. الصينيه اهيت انا دهنها برضو دهنه زيت وكيس بلاستيك، نفس الخطوات. نبقى مجهزين حاجتنا كده زي ما اتفقنا. انا هستخدم هنا كوبايتين سكر ليهم كوبايه ونص ميه، وهحط برضو من النشا دي معلقتين نشا كبار، وهحط معلقتين عسل اللي هو العسل الجلوكوز ده، هحط معلقتين صغيرين، ومعايا برضو اهو نص كوبايه ميه عشان ادوب فيها النشا. هبدا انزل بالميه بسم الله، وبعدين احط العسل، يا اما احط معلقتين صغيرين يا اما احط معلقه كبيره اهو. انا حطيت معلقه كبيره. وبعدين انزل كده بالسكر، هبدا بقى انزل كده بنص كوبايه الميه اهي. نزلت بقى بنص كوبايه الميه وابدا بقى احط الجيلي كده. جيلي الفراوله ده هيدي للملبن طعم حلو قوي. لو انت عايزه تستغني عنه مفيش اي مشكله خالص، بس حطي بقى معلقتين جيلاتين كبار بدل معلقه صغيره، لان برضو الجيلي بيبقى معروف ان هو فيه جيلاتين. هقلبه بقى كده كويس لحد ما يدوب معايا، وبعدين انزل بقى بالنشا برضو معلقتين نشا كبار، واقلب بقى كده كويس كله كده مع بعضه على نص كوبايه ميه، لان لو نزلنا بالحاجات دي كده والشربات سخن كل ده هيكلكع معايا والوصفه كلها هتبوظ. هقلب بقى كده، هنزل بقى كده بالجيلي بالنشا بسم الله. هنزل برضو بالجيلاتين واقلب بقى وما تسيبهاش خالص. كده خلاص الملبن خلاص خلص معايا اهو. بصوا تقل ازاي، بصوا شايفين القوام بتاعه اهو، شايفين بقى تقيل ازاي، تحس ان هو بقى تقيل ومن الجناب كده بقى تقيل برضو. هنزل بقى كده بالسوداني بسم الله. طبعا زي ما اتفقنا القلب البايركس اهو جاهز. هنزل بقى كده بسم الله، بسم الله الرحمن الرحيم بالشكل ده كده. كده خلصت الجنزريه اهو او الملبن الاحمر زي ما بتقولوا عليه، خلصت اهو بالشكل ده. طبعا هي سخنه جدا، هسيبها بقى لبكره الصبح ان شاء الله. كده القشطه اهيت والملبن سبتهم زي ما قلت لكم لحد الصبح تاني يوم في التلاجة، بقوا متماسكين معايا خالص. هبدأ بقى كده اقطعهم، اقطع بقى كده الملبن. لو حابه تخليه اتخن من كده حطيه في صينيه اصغر شويه من اللي انا عملت فيها، لكن انا شايفه ان السمك ده حلو قوي. بس القشطه اما تيجي تعمليها ما تبقيش تحطي النشا على الوش، عشان بصوا ضيعت معالم الكاندي كده بالشكل ده. لكن انت لو مش فارق معاكي ما فيش اي مشكله، بل بالعكس ان النشا بتدي طعم حلو، تبقى زي الجاهزه بالظبط. انا هبتدي كده اقصها برضو بالمقص. انا عملت القشطه قطعتها بالشكل ده، بصوا الجناب دي كده بتلزق، بقوم بقى عاملاها كده بالنشا واقوم منفضاها بقى كده كويس عشان ما تبقاش بتلزق معايا. انا عايزه اقول لكم ان القشطه فعلا طعمها تحفه تحفه تحفه، عجبت ولادي قوي وعجبتني، والملبن برضو جميل طعمه حلو. بس احنا عاده ما بنحبش الملبن قوي، لكن احنا بنحب اللي هي القشطيه دي. هي تحسها ان هي مديه على مارشميلو شويه، الولاد فرحانين بيها. وبرضو الكاندي ده مديها طعم حلو قوي. جربوهم بقى وحقيقي مش هتندموا لان فعلا طعمهم تحفه. ولو وصلتوا بقى معايا لحد هنا اتمنى تدعموني كده باللايك والشير، وتدعموني كده بكلمه حلوه. ولو عجبتكم بقى الوصفه ما تنسوش تشتركوا في القناه عشان يوصلكوا كل جديد. اشوفكم بقى على خير في فيديو جديد.